عايز اتفق مع حضراتكم على حاجات اساسيه هنتحرك بيها طول وجودنا في الحلقات. لمسه اليد، لمسه اليد حاجتين: تعمد ان انا ابقى قاصد بالبلدي كده اعمل مخالفه، امسك الكره بايدي زي الفولي بول زي الهاند بول زي الكلام ده اسمه تعمد. تاني حاجه مخالفه لمسه اليد. المخالفه دي، مخالفه لمسه اليد دي، بيترتب عليها تكبير جسم، وضع غير مبرر او حركه اضافيه ضاف عليهم البلوك. لقينا حاجه من الحاجات دي هنروح للمسه اليد، طب ما لقيناش يبقى مفيش لمسه اليد. مطالبه زد بركله الجزاء. خلينا نشوف اللعبه. شفنا الكوره، لقينا الكوره خبطت في دماغ اللعيب او في صدر اللعيب ونزلت على ايده في وضع ايد مبرر. ده حاجه اسمها كره غير متوقعه، ووضع الايد مبرر ما عنديش فيه مشكله. وقرار محمد الغازي في الملعب قرار سليم. بص مع بعض، الكوره طلعت من رجل مهاجم الاهلي، وهي قبل ما تطلع من رجل مهاجم الاهلي مدافع زد كان في الوضع الطبيعي السبورت اللي انا بشرح لحضراتكم عليه. ايده مفروده، هو واخد ريسك بس ايده مفروده. لو الكره جت في ايده في الوضع ده استمر اللعب. انا كمدافع خدت ريسك على نفسي، هتحمل مسؤوليه. النزول بالشكل ده ريسك. الكره جت في ايده، غيرت اتجاهها، طلعت كورنر، وراينا فيها ان الكره ركله جزاء مفقوده في الدقيقه 29 للنادي الاهلي. قربت اسماعيليه مودرن سبورت حاله ركله جزاء، والفار بيرجع الحكم. لو بصينا على اللعبه، الحكم في الملعب صفر ركله جزاء، ما عندوش تفاصيل، غابت عنده التفاصيل. الفار جابه. لو شفنا للعبه اتكلمنا فيها كتير وشرحناها شرح وافي. هي دي يا جماعه السبورت، دي نموذج للسبورت. الراجل الكره جت في ايده وهي في الوضع الطبيعي اللي نازل يعمل سبورت، ايده مفروده، يستمر اللعب. دجله والجيش، حاله ركله جزاء للجيش. شفنا الحكم تمركزه سليم، الكره بتتلعب بالعرض، الراجل هنا ايده مفروده طاير عامل بلوك وايده مفروده في الوضع الغير طبيعي، خبطت في الايد. وقرار ركله الجزاء قرار سليم من حكم المباراه، مطالبه ركله جزاء للنادي الاهلي. شفنا في الوقت الضايع النادي الاهلي طالب ركله جزاء. انا عايز بس تركزوا معايا في اللي احنا هنقوله، عشان هي دي الخلاصه. احنا هنقول لكم الخلاصه بتاعت اللي حصل. هي دي دليل البراءه بتاعت الحكم، وهي دي اللي وضحت لنا اللعبه. طلب الزاويه اللي ورا المساعد، كاميرا التسلل، لان دي الكاميرا الوحيده اللي هتبين السبيس اللي بين ايد اللعيب وجسمه. لو ايد اللعيب وجسمه في سبيس كبير كده الايد مكبره الجسم واللقطه ركله جزاء. لكن اللي احنا شفناه غير كده، احنا شفنا من الكاميرا دي الايد في الوضع الطبيعي مش مكبره الجسم لحد ما الكره طلعت من رجل الراجل، لحد ما وصلت للايد واصطدمت بالايد. الراجل ايده في الوضع الطبيعي، الراجل بيحاول يتفادى الكوره لورا، اول ما اصطدمت في ايده بيحاول يتفاداها. قررنا في اللعبه استمر اللعب الزمالك والمصري. دقيقه 26 مطالبه نادي الزمالك بركله جزاء. شفنا شوطه من مخالفه خارج منطقه الجزاء، خبطت في الحيطه، الراجل ايده جوه جسمه جايه في العضد اللي بنقول عليها الجزء اللي الراجل ما تحسبش عليه. قرار استمرار اللعب قرار سليم من حكم المباراه. طلبت المصري بركله جزاء على حسام عبد المجيد مدافع الزمالك. لو بصينا على اللعبه، الكوره جايه من رجل الراجل لايده اللي في الوضع الطبيعي، ما عملش اي مخالفه يتحسب عليها، ايده مش مكبره جسمه زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنتكلم بالمعيار والقانون. وقرار استمرار اللعب قرار سليم. محمود بسيوني حسب ركله جزاء على الاسماعيلي في الدقيقه 100. الفار جابه، خالد الغندور جابه، وظهر لنا اللقطه ان الكوره جت في صدر الراجل ثم في ايده. حتى لو ما جاتش في صدره، بالوضع الايد ده الكوره يستمر اللعب، وقرار موفق من حكم الفار ان الكوره فعلا يستمر اللعب وركله جزاء غير صحيحه.